5 دقائق تقريبا حدث انفجار هنا في سور أكاديمية أو معهد مندوبي الشرطة الموجود في شارع أحمد عصمت في منطقة عين شمس. يعني كما قيل من بعض شهود العيان أن عبارة عن 2 كانوا يستقلون دراجة نارية قاموا بإلقاء عبوتين ناسفتين. عبوة انفجرت في سور المعهد وأحدثت ثقب به وأحدثت تلفيات في المسجد بالداخل وإصابة في أحد مجندين الشرطة. العبوة الأخرى تم إبطالها بواسطة الخبراء المفرقعات الذين جاءوا إلى مكان الحادث وقاموا بتمشيط هذا المكان. لم يعثر سوى على هذه القنبلة فقط، وبالتالي تم عمل كردون أمني حول هذا المكان تم إنهاؤه حاليا، لكن هناك تواجد أمني مكثف من قبل الموجودين أو الأمن الموجود داخل معهد مندوبي الشرطة. كذلك كان هناك تلفيات في المحول الخاص الموجود هنا وأحدث انقطاع كهربائي بسيط في تلك المنطقة. كان موجود خبراء فنيين من وزارة الكهرباء لمعاينته بالفعل. كذلك تم إحداث بعض التلفيات في واجهات العمارات الموجودة أو المقابلة لمعهد مندوبي الشرطة، سواء زجاج متناثر أو البوابات الرئيسية الموجودة في هذه العمارات. يمكن في تحدي لهذا الموضوع، خرج عدد كبير من المواطنين من منطقة عين شمس أمام البوابة الرئيسية لمعهد مندوبي الشرطة للتنديد بهذا الحادث، وكما نرى الاحتفالات والتأكيد أنهم سوف ينزلون وسوف يتحدون هذا المشهد، ورافضين تماما لأن يكون هناك أعمال إرهابية لتخويف المواطنين. وكذلك هناك نداءات أو صور مرفوعة للعلم المصري والفريق أول عبد الفتاح السيسي الذين يطالبونه بالترشح للرئاسة خلال الفترة القادمة. هذه أبرز المشاهد الموجودة حاليا حتى هذه اللحظة في منطقة عين شمس وتحديدا في شارع أحمد عصمت. عبد الله بركات، موفدنا إلى محيط معهد مندوب الشرطة بعين شمس، شكرا جزيلا لك.